السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة جاية لكم فيديو جديد على غير العادة، ويعني على غير اللي انا عودتكم عليه تماما. النهاردة بقى ولا طبيخ ولا فرهدة ولا واقفة في المطبخ، والجو حر جدا، والحمد لله عندي اكل بايت من قبلها بيوم. فلقيت نفسي بقى قاعدة فاضية، قلت اما ابدأ بقى اجهز معاكم كده ايه اول تجهيزات المصيف، علشان بأمر الله طالعة انا وجوزي واولادي مصيف ان شاء الله باذن الله، ربنا يجعله مصيف سعيد. عايزه اقول لكم بقى النهارده ان شاء الله كده معايا مشتريات جايباها للمصيف وحاجات كده تجهيزات، حابه اوريها لكم كده واخد رايكم فيها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. هقول لكم على كل الحاجه اللي جبتها بالاسعار بتاعتها. انا جبت بشكيرين للبحر زي ما حضراتكم شايفين، الخامه بتاعته قطيفه في قطن. جبت معايا البشكير الواحد كان سعره 110، انا جايباه من العتبه، بس انا فصلت مع البياع وخدت الاتنين ب 200 بدل ب 220. تمام. حابه ان انا اوريهم لكم كده. معايا الخامه بتاعتهم ما شاء الله ناعمه جدا، وش قطيفه ووش قطن. الوش اللي عليه الرسمه دوت هو اللي قطيفه، والوش التاني اللي هو الظهر الابيض ده هو ده القطن. تمام. خامتهم حلوه جدا وطريه جدا، عجبوا الاولاد جدا وفرحوا بيهم. وبرده جبت معايا شويه مشتريات تانية حابه اوريها لكم. جبت معايا بقى كابات كده للمصيف، جبت الكاب دوت للبنوته عندي علشان خاطر هي بتحب الكابات اللي فيها سترس وكده يعني. ده كان سعره 75 جنيه. وجبت معايا اللي هي الكاسكتة ديت او الكاب دوت اللي هو زي بتاع الكاوبوي دوت. جبت واحد ليا وواحد لمامتي عشان طالعه معايا بامر الله المصيف. كان السعر بتاعه ب100 برضو، خدته منه ب90. وجبت معايا برضو زي ما حضراتكم شايفين المسدس بتاع البحر او البخاخ المية بتاع البحر دوت، علشان خاطر الاولاد عندي بيحبوا يعني هما في المصيف يرشوا كده على بعض المية بتاعه البحر. حلوة جدا، كان سعر الواحد 25. اما دي بقى كده حاجة اختراع، يعني عايزة اقول لكم بقى انسوا بقى منفخي البلالين اللي بتأجروه بعد كده في الحفلات وفي اعياد الميلاد. ده اختراع جايباه، سعره مش غالي خالص، كان ب35 بس انا خدته من البياع ب25 جنيه. تمام. وجبت معايا برضو كده الادوات بتاعه البحر ديت اللي الاولاد بيلعبوا بيها في الرمله، اللي هي بتكون معايا الجردل بالاشكال ديت، وفي برضو اللي هي الشوكه والجاروف ده، والاشكال اللي حضراتكم شايفينها ديت اللي هي بتبقى عامله زي الاسطمبه كده، بيحطوا فيها الرمل وبيقلبوها كده على الرمل، بتدي شكل حلو وجميل جدا. الاولاد بيفرحوا بيها جدا. ودوت بقى مش عارفه رشاش ميه ولا الدش بتاع الميه برضو. عندي محمد ابني ربنا يبارك لي فيه، الكابتن مودي وقع الالعاب بتاعه البحر واحنا لسه جايبينها، وكان مصمم ان هو يمسكها في الشارع فوقعت من ايده واتكسرت. فده طبعا اي حاجه يعني كله فده ضافر من ابني ان هو اهم حاجه يكون عندي مبسوط. طبعا اللعبه ديت كان السعر بتاعها 95 جنيه، بس احنا فصلنا معاه وخدناها ب85. تمام، عشان هي الحجم بتاعها كبير. جبت معايا برضو هنا اللايف جاكيت دوت، انا جبته طبعا كبير كده على مقاس البنوته عندي، عشان البنوته عندي كبيره يعني ما شاء الله عندها 12 سنه. فجايبه لها اللايف جاكيت ده، الخامه بتاعته قويه جدا، السعر بتاعه كان عامل 250. وجبت معايا العوامات ديت برضو، العوامه دي برضو جايباها للبنوته عندي عشان لو مش عايزه تلبس اللايف جاكيت، كان السعر بتاعها 85. تمام. وجبت معايا برضو اللهم صل على النبي اللايف جاكيت دوت، انا كان في واحد عندي من السنه اللي فاتت، وكان في واحد عندي جبته للكابتن محمد ابني، علشان خاطر برضو شبط فيه، لازم ان اجيب له لايف جاكيت طبعا ليه زيه زي اخته، ما ينفعش ان انا اجيب لاخته وما اجيبلوش. والعوامه دي كانت عندي من السنه اللي فاتت برضو بتاعت محمد ابني، يعني العوامه اللي هي اللي ليها اليد اللي هي الصفرة ديت، واللايف جاكيت دوت كانوا عندي من السنه اللي فاتت. تمام. اما اما اللايف جاكيت اللي عليه الرسومات دوت والعوامل اللي عليها الرسومات ديت جايباهم السنه دي. تمام. اللايف جاكيت بتاع كابتن مودي كان السعر بتاعه 75 جنيه. تمام. هوري لحضراتكم دلوقتي ازاي المنفاخ دوت بينفخ معايا العوامه، يعني بينفخها بطريقه حلوه جدا وبطريقه سهله وباحترافيه. عايزه اقول لكم بقى انسوا بقى المنفخ اللي كنتوا بتاجروه دوت بالساعه، وانسوا بقى ان انتوا تقعدوا تنفخوا فيها بقى ببقكم كده، لما يعني بعد الشر كده الطريقه دي بتقطع النفس وبتوجع الزور. فعايزه اقول لكم والله الطريقه اللي هي بتاعه المنفاخ دي سهله جدا وسريعه، ما خدش في ايديا بالظبط ثواني وكانت نفخ معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. وهيبقى حلو جدا برضو ومميز لما يكون عند حضرتك مناسبه او عيد ميلاد وحابه ان انت تنفخي بيه بلالين، هيساعدك جدا جدا في طريقه نفخ البلالين. تمام. زي ما حضراتكم شايفين نفخ معايا ازاي، وما شاء الله زي ما قلت سعره كان ب35 بس انا خدته منه ب25. حلو جدا، مش خساره فيه الفلوس ابدا. والله العظيم عايزه اقول لكم يعني اختراع بجد، الله يبارك له اللي اخترعه.
تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا، انا دلوقتي بعد ما فرغت الهواء منه تاني عشان خاطر اقدر طبعا ان انا اشيله في الشنطه بتاعه السفر. معايا هنا جبت برضو ايس بوكس علشان خاطر المصيف، انا مسافره وطبعا هاخد معايا الاكل بتاعي، يعني هفرز اكل وهوريه لكم ان شاء الله. معايا برضو هنزل لكم الفيديو بتاع التفريزات على القناه. فجبت معايا الايس بوكس، انا جبت 3 احجام. الحجم دوت كان عامل 100. طبعا البياع كان ماسك على 120، فانا خدته منه ب100 جنيه. الخامه بتاعته قويه جدا جدا، يعني تتحمل اي كميه تحطيها فيها، واللي يشيل اوزان تقيله ما شاء الله. انا ما رضيتش اجيب الخامه الخفيفه، فجبت الخامه ديت ما شاء الله، وحلوه جدا، بيحفظ الاكل من 8 ساعات ل 10 ساعات زي ما هو بالتجميد بتاعه، يعني ممكن يقعد معاكي كمان ل 12 ساعه. تمام. خدت منه دوت ب100 بدل ب120، وده كان ماسك على 170، خدته منه على 150 علشان دوت مقاسه اكبر. زي ما حضراتكم شايفين من جوه ما شاء الله، يعني الخامه بتاعته حلوه جدا. والحراري اللي جوه دوت اللي هو زي الفايبر الحراري اللي جواه ده، او الفوم الحراري اللي جواه ده حلو جدا، بيحافظ على درجة الحرارة سواء سخن او بارد، بيحفظ لك الحاجة زي ما هي، كأنك بالظبط زي ما هي. يعني لو سخنة تفضل سخنة زي ما هي، ولو الحاجة ديت متلجة عندك ومجمدة تفضل زي ما هي، ممكن تقعد معاكي كمان لحد 12 ساعة. تمام. دوت خدته منه ب150 بدل 170 زي ما قلت. تمام. معايا برضو الايس بوكس التالت، ودوت المقاس الاصغر منهم. دوت خدته منه ب75 او ب85، مش متذكره قوي، بس هو كان اول ما قال حوالي 95 السعر بتاعه. تمام. بس طبعا يعني سواء جايبه الحاجه من وسط البلد او من العتبه او من محلات، لازم تفصلي في السعر بتاعها، لان كده كده البياع بيبقى عامل حسابه ان اللي هيشتري منه او الزبون هيفاصل معاه. تمام. فانت حاولي ان انت تفاصلي معاه على قد ما تقدري وتنزلي اي حاجه، المهم ان انت ايه، ما تتغلبيش، لان طبعا يعني البياعين بيحاولوا ان هم يغلوا الاسعار علشان خاطر برضو هم يستفادوا. فانت نازله وسط البلد او نازله العتبه عشان خاطر توفري، فما يجراش حاجه ان انت تفاصلي مع البياع وانت الكسبانه في النهايه. تمام. ده خدته زي ما قلت ب75 او ب85، مش متذكره قوي. ده برضو هحط فيه شويه حاجات كده معايا، هاخدها برضو للطريق معايا وانا مسافره للاولاد. تمام. طبعا الايس بوكس الازرق ده هاخد فيه معايا السندوتشات والعصاير برضو بتاعه السفر عشان خاطر الطريق، لان السفر مدته طويله. هستنى منكم تخمنوا كده وتكتبوا لي في التعليقات انا مسافره رايحه فين. تمام. ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله مصيف سعيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وبامر الله اللي ما طلعش يصيف السنه دي يطلع السنه الجايه يصيف، وربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وسرور يا رب. زي ما حضراتكم شفتوا ديت الحاجات اللي انا جبتها كده معايا للمشتريات او التجهيزات بتاعه المصيف. في حاجات تانية جبتها برضو معايا، وجبت برضو معايا منظفات وحاجات للمطبخ وحاجات للحمام، هبقى اصورها برضو وانزلها لحضراتكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ما تنسوش لو اول مره بتدخلوا قناتي وتعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير مع اصدقائكم علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. وبرضو لو نسيت اي حاجه تكتبوا لي في التعليقات، انا لسه قدامي كام يوم على بال ما اسافر، فلو نسي اي حاجه فكروني بيها علشان الحق ان انا اشتريها. تمام. ما تنسوش حبايب قلبي لايك وشير وكومنت قمر كده زيكم، ومستنوني في فيديو جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.